شاهد هذه الفضيحة التي ليست بعدها فضيحة. أبواق الكابرانات يخرجون ببروباغندا لتلهية الشعب والنصب على التاريخ، ويقولون على أن أسود الأطلس هم في الأصل من الجزائر. الجزائري الذي عاش لقرون في جبال الأطلس الجزائرية، هذا أسد الأطلس أو طابع بريدي للجزائر. شوف، هذا ذكر أسد بربري تم تصويره في الجزائر من قبل ألفريد إدوارد بيس في عام 1893. للأمانة الأسد الجزائري لم يشاهد في الجزائر منذ أربعينات القرن الماضي، ربما يكون قد انقرض ولا وجود له، لكن الأسد أيضا يعيش في الجزائر منذ القدم ويمكن الاعتماد عليه في التمائم. حتى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين.